السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة ضمن منافسات الجولة 33 بالدور والقناة الناقلة. بدأ فريق الأهلي تدريباته اليومية لمواجهة إنبي القادمة ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري بعد غلق صفحة مباراة ZFC في الجولة الماضية. ويحرص سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة زد السابقة من أجل عدم تكرارها في مواجهة إنبي القادمة وفي مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدور للموسم الحالي. وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على لقب الدور المصري للمرة 44 في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي، وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها لقب الدوري قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات. وحرص سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال المدير الفني على مشاهدة فريق إنبي عبر أكثر من مواجهة خاضها الفريق مؤخرا في الدوري من أجل استكشافه ودراسة نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهته. وينوي سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني منح الفرصة لعدد كبير من البدلاء والناشئين خلال الفترة القادمة في الدوري من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين الذين عانوا من إجهاد واضح هذا الموسم نتيجة ضغط المباريات محليا وأفريقيا. على الجانب الآخر يعكف الجهاز الفني بنادي إنبي على دراسة المباريات الأخيرة للأهلي للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الأحمر بحثا عن استعادة الانتصارات مجددا بالدوري لتحسين مركزه في جدول الدوري. ويعمل أيضا على تصحيح أخطاء مدافعيه التي تسببت في خسارة إنبي أمام الزمالك ب4 أهداف مقابل هدفين حتى لأيتم تكرارها. ويضع الجهاز الفني بنادي إنبي الرتوش الأخيرة على خطة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي في اللقاء القادم من مسابقة الدوري هذا، وقد خسر إنبي أمام الزمالك ب4 أهداف مقابل هدفين في الجولة السابقة من الدوري. ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الأول برصيد 84 نقطة بعد أن لعب 32 لقاء، فاز في 27 لقاء وتعادل في 3 لقاءات وخسر في لقاءين، وأحرز لاعبوه 73 هدف وسكنت شباكه 25 هدف. بينما يدخل نادي بالمباراة وهو في المركز التاسع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 32 لقاء، فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 لقاءات وخسر في 11 لقاء، وسجل لاعبوه 37 هدف واستقبلت شباكه 36 هدف. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي إنبي في المباراة المقرر لها الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 33 بمسابقة الدوري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي إنبي ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.